إلى عالم الرياضة، حيث يسعى نادي كرة القدم لأصاغر أكاديمية أضرار يسعى لاكتشاف المواهب الشابة ووضعها على سكة الاحتراف. عبد العزيز بن سالم. نادي كرة القدم التابع للأكاديمية الرياضية بولاية أضرار يضم أكثر من 30 لاعبا تقل أعمارهم عن 12 سنة، يتلقون أبجديات الكرة ومهارات التعامل مع المستديرة. بالتأكيد يكون موجود لاعبين عندهم مواهب وعندهم إمكانيات لازم توظف وتنمي، والحمد لله كما نقولوا هنا الأكاديمية موفرة الشروط اللازمة باش نقدروا نوصلوا اللاعبين للمستوى اللي يتمناوه إن شاء الله. النادي يعمل وفق خطة استشرافية تهدف إلى تكوين لاعبين يكتسبون عامل الاحتكاك ويتوافقون مع خطط التدريب البسيطة تمهيدا لالتحاقهم بفرق تنافسية. الأكاديمية باش نلعب البالو ونروح نشارك في بطولات كثيرة. احنا دخلنا هنا باش نتعلموا نلعبوا بالو، على بال كاين اللي راه باغي يروح يولي الميور جوار هنا في الجيري، كاين اللي راه باغي يروح يدخل في ليكيب ناسيونال، ولا نطلب ربي يوفقه. بعد الأكاديمية عندنا يعني مشروع كبير إن شاء الله، من بينها هي وصول إلى عدد كبير من ممارسين الرياضة في جميع الاختصاصات، تكوينهم يكون تكوين جد علمي ومتحضر، يعني تحت مؤطرين مؤهلين من أجل التكوين. النادي يعد خطوة في طريق تطوير اللعبة بالجنوب الجزائري الذي يبقى بحاجة ماسة إلى مثل هذه المدارس. نبقى مع النشاط الوزاري. مشروع المركب الأولمبي الجديد لمدينة وهران من بين المشاريع القطاعية التي تفقدها وزير الشباب والرياضة الهاشمي جيار بالولاية. الطاهر بالعيدوني. المركب الأولمبي والكائن بالمخرج الشرقي لمدينة وهران مشروع ضخم من شأنه عند تمامه أن يمكن وهران من احتضان منافسات ذات مستوى عالمي. المشروع الذي يشهد بعض التأخر في إنجازه يشمل ملعبا يتسع ل40,000 متفرج، مسابح أولمبية، فندق للاعبين بداخله، وآخر ذو 5 نجوم بخارجه، إضافة إلى قاعات للتدريب في مختلف الرياضات. لازم نشوفوا ما هي يعني أحسن طريقة، أحسن وسيلة لتسيير المحكم، وبالتالي تفاهمنا مع السيد الوالي باش نشوفوا مجموعة من الإطارات ومع كذلك المقاولة باش نبعثوهم يتكونوا. السيد الوزير تفقد أيضا ملعب الحبيب بوعقة الذي يخضع للتهيئة ومسابح أخرى جوارية بمدينة عين الترك. تمكنت